اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس ووتشر. النهارده هنتكلم على شخصيه هتظهر في فيلم سبايدر مان اللي جاي، وهو سكوربيون. ناخد فكره عنه وعن قدراته في الكوميكس. سكوربيون هو شخصيه تبع مارفل كوميكس، اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر سبتمبر سنه 1964. الكلام ده كان في العدد رقم 19 من سلسله الكوميكس اميزنج سبايدر مان على ايد ستان لي وستيف ديتكو. اسمه الحقيقي هو ماكدونالد او ماك جاراجان. هو كان شغال محقق خاص. جونا جيمسون بيستعين بخدماته عشان كان عايز يعرف ازاي بيتر باركر بيصور سبايدر مان. ماك بيفشل في كده لانه كان كل ما بيقرب من بيتر السبايدر سينس بتاعت بيتر بتشتغل وبتخليه يخلي باله. بنشوف ان جيمسون بيبقى متضايق جدا، بيعرض على ماك $10,000 في مقابل ان يتعمل عليه عمليه تخليه يكتسب صفات حيوانيه. هو بيوافق وبياخد قدرات العقرب، بيلبس بدله صناعيه بديل، وبنشوف ان للاسف العمليه دي اودت بعقله. هو بعد كده بيقرر يكون سوبر فيلن، بيسمي نفسه سكوربيون، بيلوم جيمسون جدا على اللي حصل له، وبيحارب سبايدر مان كتير جدا عبر السنين وكان كل مره بيتغلب. بيخطف شارون كارتر وبيخش في معركه قصاد كابتن امريكا وبيتغلب. بعد كده بيقرر ان هو يسرق مغسله ملابس، وبالصدفه بنشوف ان جيسيكا جونز اللي كانت لسه بتبدا الكارير بتاعها كسوبر هيرو كانت هناك وبتعرف تقبض عليه. هو بعد كده بيقتحم مستشفى فيها انت ماي وبيتر باركر، بيطلب منهم يعرفوه فين سبايدر مان. بيتر بيغير لبسه، بيخش قصاده في معركه وبينتصر عليه وبيجبره على الاعتذار لانت ماي. بعد كده منظمه ايم بتحسن من ديله، بتخليه يبقى عنده القدره على اطلاق الحمض. هو بيقرر ينتقم من جيمسون، بس بنشوف ان ميس مارفل كارول دانفرز في الوقت ده كانت شغاله في الديلي بيوجل بتتصداله وبتمنعه. بعد كده بينضم الفريق ماسترز اوف ايفل لفتره مؤقته. جاستن هامر بيقرر الاستعانه بخدماته، بيطور الاسلحه اللي موجوده في ديله وبيبعته في مهمه بس هو بيفشل. بنشوف ان هو بيبقى متضايق جدا فبيبعت له راينو عشان يعلمه الادب. هو بعد كده بنشوف ان الاسلحه في ديله بتتطور جامد جدا عبر السنين من طرف ناس عايزين يستعينوا بخدماته، من ضمنهم شركه روكسون. نورمان اوزبورن بيعرفوا الهويه الحقيقيه لسبايدر مان. في نفس الوقت ده بنشوف ان الفينوم سيمبيوت كان بيدور على هوست جديد بيشاركه كرهه لسبايدر مان، فبيرتبط بماك جاراجان اللي كان رافض في الاول. هو بعد كده بينضم الفريق سينستر 12 اللي كانوا على وشك هزيمه سبايدر مان. بعد كده بينضم الفريق ساندر بولز عشان يعرفوا يتصدوا لفريق سيكريت افنجرز. الحكومه بتزوده بامبلانتس كهربائيه عشان يعرفوا يسيطروا على نهم فينوم وتعطشه للدماء. هو كان بيفقد السيطره اوقات كتيره لغايه في الاخر بيعتنق الرغبه في القتل. بيقابل ايدي بروك اللي بيطلع الهوست للانتي فينوم سيمبيوت. ايدي كان على وشك ان هو يدمر الفينوم سيمبيوت نهائيا بمساعده سبايدر مان. بعد كده على ما يتعافى الفينوم سيمبيوت نورمان اوزبورن بيعمل له بدله جديده وابتدى يعرف باسم فين اوربيون. هو بعد كده بنشوف ان في البدله دي بيبقى متزود بمضاد سام للانتي فينوم سيمبيوت. هو كان على وشك ان هو يموت ايدي في اول مره بعد كده بيتقابلوا، بس الفينوم سيمبيوت بيسترجع الذكريات بينه وما بين ايدي وبيدمر البدله بتاعت ماك. ماك بيبقى متضايق جدا وبيتوعد بالانتقام من ايدي وان هو يوما ما هيقضي عليه. في سيكريت انفيجن كان دوره مهم جدا جدا في هزيمه السكرولز عن طريق ان هو كان عمال بياكلهم. هو بعد كده نورمان اوزبورن بيضمه الفريق دارك افنجرز، بياخد هويه سبايدر مان. بنشوف ان مورجان لو فاي بتعرف تسيطر عليه، بتخليه يهاجم زمايله في الفريق اللي هم اريس وبولزاي. سبايدر مان بيتر باركر بيعرف يتغلب عليه وبيقبض عليه، وبنشوف ان هو بيعرف ينتحل شخصيته بيحل مكانه في الفريق. نورمان اوزبورن بعد كده بيطلب من الفريق ان هم يهاجموا اسجارد. هو كان بيهاف فن الصراحه عن طريق ان هو كان بياكل الاسجارديين، بيفصلوه عن السيمبيوت وبيروح سجن الرافت، وهناك بيعاني صحيا جدا لانه دلوقتي من غير السيمبيوت ومن غير البدله اللي بتحميه من الاثار الجانبيه للتعديلات الجينيه اللي عملها. بنشوف ان في واحد اسمه سبايدر سلاير بيساعده على الهرب وبيزوده ببدله جديده في مقابل ان هو يساعده في الانتقام من جيمسون اللي دمر حياتهم هما الاثنين. بنشوف ان سبايدر سلاير بالفعل بينجح في قتل مرات جيمسون، بس سبايدر مان بالتعاون مع النيو افنجرز بيعرفوا يحبطوا مخططاتهم ويقبضوا عليهم. دكتور اوكتوبوس بعد كده في جسم بيتر باركر بيكسر له فكه. هو بعد كده بيحارب سبايدر مان 2099 وبيحارب الهوست الجديد للفينوم سيمبيوت. بيحارب ايدي بروك برضو بعد كده وبيبذل مجهود كبير ان هو يبقى هوست لاي سيمبيوت، مش فارق معاه سواء كان فينوم او ذريته. هو بعد كده بينضم الفريق سافيجز 6 وبيسمي نفسه فيروس، وبيبقى هوست لسيمبيوت اسمه السكوربيون سيمبيوت من ارث 1051. بس بعد كده السيمبيوت ده بيتدمر. احنا دلوقتي هنتكلم على قدراته. هي قدراته هو مزيج ما بين البشر والعقارب، عنده قوه بدنيه مفرطه، بيعرف يشيل اكتر من 15 طن، سريع جدا، قدره عاليه على التحمل بالاضافه للرشاقه وخفه الحركه. بنشوف ان البدله بتاعته بتديله متانه ومناعه من الاسلحه المختلفه. ديله في اسلحه كتيره من ضمنها الاحماض، وبيعرف يقطع شباك سبايدر مان. نقطه ضعفه ان هو على طول محتاج البدله باستمرار
عشان يحافظ على استقرار تعديلاته الجينية. سبايدر مان وصفه ان هو البيست فيلن بالنسبه له، لان هو ما كانش شرير قوي، بالاضافه ان هو على طول محافظ على الاحترافيه. بالنسبه لظهوره في الاعمال الفنيه فهو ظهر في مسلسلات الانيميشن سبايدر مان 1967، سبايدر مان 2017، ذا سبيكتاكولار سبايدر مان، التيميت سبايدر مان، سبايدر مان اند هيز اميزنج فريندز، سبايدر مان ذا انيميتد سيريز. وظهر في فيلم الانيميشن سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس. هو كمان ظهر في عالم مارفل السينمائي الام سي يو في فيلم سبايدر مان هوم كومينج، ومسلسل يور فريندلي نيبرهود سبايدر مان، وحوالي 20 لعبه فيديو جيمز. وزي ما احنا عارفين هو كمان هيظهر في فيلم سبايدر مان الجديد سبايدر مان براند نيو داي اللي هيتعرض ان شاء الله السنه الجايه. بس كده، دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها عن سكوربيون في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت كنت تسمع عن الشخصيه دي قبل كده ولا لا؟ ايه رايك في مستوى قوته؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.